اكتشفت خيانة جوزها بعد ما مات. بعد ما عرفت حبت إنها تتأكد وقعدت تبذل كل المجهود يمكن لمدة سنة، وكانت السنة دي كانت صعبة عليها جدا، وكانت كل ما بتقرب إنها توصل للحقيقة إنها تتأكد من خيانته كانت بتخاف قوي، لأنها ما بتبقاش عارفة هي ممكن تعمل إيه، لغاية ما اتأكدت. بعد ما اتأكدت ما بقتش عارفة هي ممكن تروح لمين، تتكلم مع مين، تسأل مين. فكرت إنها تكلم حد من صحاب جوزها، بس برضو قعدت ترددت كده شوية وقالت إن أنا يمكن لو كلمتهم إن هم ما يكونوش عارفين، فأنا كده بفضح أبو ولادي وبسوق سمعته بعد ما مات. المهم في الآخر هي قررت إنها تتكلم مع أقرب 2 ليها، والاتنين قالوا لها انتي مش هينفع تقدري تكملي حياتك غير لما تسامحيه. صعب قوي 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 إن حد يسامح حد مش موجود، إن حد يسامح حد ميت. عشان كده لما هنفهم التسامح هنلاقي إن التسامح ده، التسامح الصح، هو حاجة ما بيني وما بين نفسي، مش ما بيني وما بين الشخص اللي أذاني. لو عايزين تشوفوا أو تسمعوا الحلقة كاملة هتلاقوها على اليوتيوب وكل منصات البودكاست.